مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبصحة طيبة. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة حلوة جدا، معرفش انتوا بتحبوها زيي ولا لأ. وهي البسارية. أظن هي منتشرة جدا الأيام دي، وبعدين مفيدة جدا وفيها أوميجا. يعني لو انتي تقدري تحببي ولادك فيها هتكوني انتي المستفيدة أكتر من أي حد. بصوا يا حبايبي، أنا جبتها مبدئيا ونقيتها واحدة واحدة. انا خطوة الغسيل دي بعد التنقية، لان ساعات بيكون فيها شعر الصيد بتاعها، فانت تشيليه لان ايه، لو حد اكله هيبقى يعني مش حلو خالص، مش لطيف وهيقرف. بصوا، غسلتها اكتر من مرة وحاولت ان انا انزلها كده في مية جارية لحد ما المية نتفت خالص، بحيث ان البسارية ما تتهريش، لان البسارية من الحاجات اللي ممكن الغسيل وانتي تمسكيها بايديكي تتهري. ومسكتها صفيتها وحطيت عليها توم وحطيت عليها ريست الشطة وبهرتها كمون وكزبرة. ونطقتها كده، يعني انا ما استعملتش ايدي بحيث ان هي ما تتهريش زي ما انا فهمتكم، لانها حاجه ضعيفه مش زي السمك. وجبت كميه من الدقيق بتاعتي حطيتها في علبه، وحطيت نفس البهار، كزبره وكمون، بس حطيت شطه. ما حطيت لان انا حاطه في التانية هريسه شطه على فكره، وملح. ومسك طبعا انتي بتسيبي البسارية تتصفى شويه بحيث ان انتي، بصوا اهو بتتنطط تنطيط كده، تحسي ان هي شكلها مغري من قبل ما هي تتقلي. تمام. بصوا يا جماعه، بالنسبه لو انت عامله دايت وانت عايزه تاكلي بسارية ممكن تعمليها طاجن. انا بالنسبه لي انا الوحيده اللي بحب الطاجن هنا في البيت، فيعني ما بهتمش قوي بنفسي، بقول اكل زي الجميع. بس انت اوعي تعملي زيي، قدري نفسك ها. بصوا يا حبايبي، انا حطيت الدقيق زي ما قلت لكم بهرته، وحطيت حبه من البسارية بحرص كده، نططتها جوه العلبه وهي مقفوله. على فكره الفكره دي بتخليكي ان انت تحافظي على نظافه الرخامه، فما بتعمليش الاكل وتتعبي، مش زي امهاتنا زمان كانوا يحطوها ويعملوها بالمصفى. حاولي دلوقتي وانتي بتيجي تقلي اي حاجة اعملي حل عندك، او اعملي اي طاسة صغيرة العمق بتاعها ضيق، بحيث ان انتي وانتي بتقلي الاسماك ما تاخدش منك كمية زيت كتيرة، لان ما يستحبش ان انتي تقلي في الزيت اكتر من مرة. يعني زيت السمك ده احنا بنحمر فيه، وبعد كده انا عن نفسي ما بستعملوش تاني. تمام، بتخلص منه. بس بعد فكرة الاستفادة من الزيوت اللي هي المستعملة، انا بدأت ان انا استفدت منها على فكرة، ان انا برضو بشيله وبوديه مكان بستبدله بحاجة تانية. تمام. بصوا حبايبي، البسارية ببساريتها ما شاء الله. بصوا حبايبي، احنا هننزل فيها بالزيت، وهتنزلي زي ما اتفقت معاكي بحرص، وهتقلي الكميه بتاعتك كلها. ما تحاوليش تقلبي فيها وهي على النار، ومجرد ما انت تلاقيها كده لونها بيحمر كده من الجوانب، انت بتقلبيها واحده واحده. تمام. في نفس بقى الوقت انا عملت سلطه بالبطاطس بالدقه. بصوا، حطيت تومه، حطيت هريسه شطه، حطيت كزبره، حطيت فلفل اسمر، كل الحاجات دي طفيتها بالخل. تمام. وكنت انا سلقه البطاطس مكعبات، هنزل عليها بيها، بتدي وهرست الشطه. انا زعلانه قوي قربت تخلص من عندي. فاهمين يا حبايبي؟ حتى اهو البهارات اللي انا قلت لكم عليها، كمون كزبره فلفل اسمر. وبصوا البطاطس اهي كانت مسلوقه، وملح طبعا، ونزلت عليها بالكل الخليط ده، وكان طبعا انا مطفياه بالخل. تمام. ودلوقتي انا طلعت البسارية في منتهى الجمال تجنن، اتمنى ان انتي تجربيها وان شاء الله هتعجبك، وحببي فيها اولادك لانها مفيدة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.